إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونشكره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. هذا الحديث النبوي الشريف يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وأحب ما يمكن أن يكون عليه الإنسان في هذه الدنيا أن يكثر من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، لأن من الغايات ومن الأهداف التي يريد الإنسان المسلم أن يحصل عليها في الدنيا هي حب الله تبارك وتعالى. وحب الله عز وجل لا يأتي إلا بعمل أحب الأعمال إليه. ما يجيش حب ربي سبحانه وتعالى يغير دير الحوايج اللي يحبهم ربي سبحانه وتعالى. إذا كنت لا تعمل الأعمال التي لا يحبها الله عز وجل، دير الحوايج اللي ما يحبهاش ربي سبحانه وتعالى، كيفاش يحبك ربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك ربط الله سبحانه وتعالى محبته باتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. إذن محبة الله عز وجل مرتبطة ارتباطا وثيقا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي معنا اليوم، الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس. يعني أفضل واحد في الناس هو الإنسان الذي يكون في خدمة الآخرين. أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، يعني ينفع الناس في حياتهم، يقدم لهم المعونة، يقدم لهم احتياجات التي يحتاجونها إذا كان باستطاعته في ذلك. فالإنسان المسلم في هذه الحياة ليس إنسانا معزولا عن الناس، وليس إنسانا معزولا عن البشر وعن جيرانه وعن عائلته وعن زملائه في العمل وعن مواطنين الذين يعيش معهم. هو ليس معزولا عنهم، وإنما هو في تفاعل مع الناس. وهذا التفاعل حينما يكون الإنسان عنصرا فعالا في مجتمعه. والمقصود من هذا الحديث النبوي الشريف أن الإنسان المؤمن عمره ما يكون سلبي في المجتمع نتاعو، في المنطقة ولا في المكان الذي يعيش فيه لا يكون سلبيا، يكون سلبي مع اللي بالو حتى بحاجة، لا يساعد الناس، اللي يحيا واللي مات ولا يضر ولا يهتم بأي شيء في واقعه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وش قال لنا؟ أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس. وكلمة أنفع جاءت في اللغة العربية على فعل أفضل، يسموه في اللغة العربية فعل أفضل. إيش معناها؟ دائما نحب الفعل نفضلوه ويكون هذاك الفعل أحب وأقوى، نجيبوه بهذه الصيغة، صيغة أنفع أفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد من خلال هذا الحديث أن يرينا أو أن يدلنا على أفضل الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، والتي يكتسب بها الإنسان محبة الله سبحانه وتعالى. هذه الصيغة في اللغة العربية تعطينا معنى آخر، وهو معنى الدوام والاستمرارية. معنى الدوام والاستمرارية هو معنى الحرص على ذلك العمل. أنفعهم للناس أي أكثرهم نفعا للناس وأشدهم نفعا للناس.
فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ونفهم من ذلك، من هذه العبارة، من هذا الفعل الذي فعل أفضل، أفعل التفضيل كما تسمى في اللغة العربية، نفهم من هذه الصيغة أن الإنسان المؤمن بقدر ما يكون حريصا على نفع الناس. أنت تنفع الناس في كلامك، تعلمهم، تنصحهم، تدلهم على ما هو صالح لهم في حياتهم. أنت تنفع الناس بأن تعينهم في احتياجاتهم إذا كان بمقدورك ذلك، أو حتى بالشيء الذي تستطيع أن تفعله. وشرحنا في دروس الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس صدقة. يعني كل مفصل من المفاصل التي في جسم الإنسان، السلامة هي المفاصل، عليها صدقة يتصدق بها الإنسان لله سبحانه وتعالى. وذكرنا جملة من الأعمال التي تنفع الإنسان وتدل على نفع الإنسان للناس. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذا الحديث أن يذكرنا أن أفضل واحد يحب ربي سبحانه وتعالى هو الذي يكون في صالح الناس، في نفع الناس، ينفع الناس، يحاول دائما يكون كما يقال يكون مصدر خير في علاقاته مع الناس، في تصرفاته مع الناس، في تفاعله مع الناس، في تفاعله مع المجتمع، خاصة إذا رأى أو أراد أو رأى أو وجد من الناس من يستحق تلك المساعدة. وتعين الرجل على دابته أو تحمل له متاعها عليه صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بمعنى ذلك أنك حينما تعين، هذا من أقل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان. جيت واحد يحتاج باش يتعاون في الشيء الذي تستطيع أن تعينه، ماشي تشوف الإنسان تدور راسك وجهة الأخرى وتروح ولا تبالي. ولذلك ما ينفع الناس اليوم كثير في مجالات متعددة. نتكلمش فقط على الجانب المالي أو الجانب المادي الذي يمكن أن يعيشه الإنسان، لكن ما ينفع الناس به إخوانه في الحياة كثير. التبرع بالدم مما ينفع الناس، وهو من أجل الأعمال التي يمكن أننا نقوم بها في هذه الحياة، خاصة أننا قبل رمضان يحتاج الأطباء ومراكز الدم، لأن الناس في رمضان تمسك عن التبرع بالدم. فهذا من أجل الأعمال التي تنفع الناس، التبرع بالدم، التبرع بالمال. ونحن مقدمون على شهر رمضان والناس يحتاجون إلى مساعدات، لأن قد تكون مصاريف رمضان زائدة شوية، وبالتالي يحتاج الفقراء ويحتاج المساكين ويحتاج المحتاجين إلى من يعينهم على هذه النفقة، لأن المحتاجين الآن في مجتمعنا كثيرين. كذلك تعليم الناس، هذا من الأشياء التي يمكن أن يقوم به الإنسان وأن يتبرع به الإنسان. عندك معلومة، عندك معرفة، عندك حياة تعرفها، فيمكنك أن تنفع بها الناس، أنفعهم للناس حتى تكتسب محبة الله سبحانه وتعالى. وبإمكانك في أي عمل وفي أي اتجاه من الاتجاهات إلا وتلقى عمل، هذاك العمل تتبرع به لله سبحانه وتعالى فتكتسب به محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا نحن المسلمين، أن جعل لنا أبواب الخير وجعلنا أبواب الحسنات مفتوحة على مصراعيها أمامنا. يعني كي تحب تدي حسنات في ظرف بسيط تدي عشرات، إنما يقول مئات، إنما يقول حسنات، والحسنات بعشر أمثالها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى 700 ضعف. يعني يضاعف لك رب الحسنة واحدة ب10 مرات إلى 700 مرة. بالحسنة قد تأخذها وتعمل وتتصدق بها أو تعملها في هذه الحياة الدنيا. لذلك قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، هذا محبة الإنسان يكون محبوب عند ربه سبحانه وتعالى. نصدرك في محبة الله عز وجل. محبة الله عز وجل كما قلت من أجل ما يطلبه الإنسان. ولذلك جاء في الحديث القدسي: إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريلا فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماوات: يا أهل السماوات إن ربكم يحب جبريل فأحبوه، فيحبه أهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض. بمعنى كي تلقى الناس تحبك في الدنيا فاعلم ذلك من أسبابه محبة الله سبحانه وتعالى لك، ومحبة جبريل عليه السلام، ومحبة أهل السماوات، لأنه لا يوضع لك القبول في الأرض إلا بمحبة الله سبحانه وتعالى. كي يحبك ربي عز وجل
يضع لك القبول في الأرض، تصبح محبوبا عند الناس، تصبح مستساغا عند الناس، تصبح مقصودا عند الناس، تصبح في هذه الحياة تتساهل عنك، تصبح مألوفا عند الناس. وهذا من أجل ما يطلبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ثم قال: وأحب الأعمال إلى الله، الأعمال التي تدخل الإنسان إلى الجنة، والأعمال التي تدخل الإنسان إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، الأعمال التي تقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، فرحة دخلها على مسلم. قد تكون يعني هناك من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، يحب ربي منا الصلاة، يحب ربي منا الزكاة، يحب منا الصيام، يحب منا الكثير من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان في الحياة الدنيا وتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. لكن قد يكون من أجل الأعمال حاجة بسيطة صغيرة، واحد حزين على لمسة حزن لمشكلة لحاجة لأي شيء، فتقضي له حاجته أو تحل له مشكلته فيسر بذلك، يعتبر هذا من أجل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فما أجمل أن يطلب الإنسان أن يكون فاتحا، وأن يكون مدخلا للسرور على الناس من أجل الأعمال. يعني تروح تحوس على إنسان تدير له بسمة على وجهه، محروم من بسمة أي بسمة. وخاصة اليوم نحن نعلم، إذا ربطنا الموضوع بالأحداث الواقعة في غزة وفي فلسطين الجريحة، ما يعانيه أهل غزة من الشقاء ومن الجوع ومن العطش ومن الألم الذي يعيشونه في هذه الأيام من جراء المغتصبين الصهاينة الذين أرادوا أن يبيدوا هؤلاء المسلمين لا لشيء إلا لأنهم قالوا لا للاستعمار، ونريد أن نحرر أرضنا، ونريد أن نعيش فوق أرضنا أحرارا كما يعيش العالم بأسره. لكن هذا العالم الظالم، ولكن هؤلاء الذين لم يريدوا أن يتركوا هذا الشعب الجريح يعيش بما كتب الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، فأذاقوه الكثير من النولات. إذن إدخالك بسمة على هؤلاء في هذه الأيام، إدخالك البسمة على هؤلاء في الأيام من أجل الأعمال التي يمكن أن تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: لنا عنا غير الدعاء. لا، عندك أكثر من الدعاء يمكنك أن تقوم به، أكثر من الدعاء ما يقوم به الكثير من المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، من مقاطعة الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تدعم الصهاينة، من إرسال المساعدات إلى أهل غزة بقدر ما يستطيعون. فهذا من أجل الأعمال، بل عدها بعض العلماء جزءا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. يعني أن تحدث نفسك. لذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات ميتة جاهلية. مات وما حدث نفسه بأنه يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى، يدافع عن مقدسات الإسلام والمسلمين، مات ميتة جاهلية، ميتة لا معنى لها. لذلك هذا من أجل الأعمال التي يمكن أن تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: سرور تدخله على مسلم. ثم بين ما هو السرور الذي يمكن أن تدخله على المسلم. قال: تكشف عنه كربة هي الشدة التي يكون فيها الإنسان، يوقع الإنسان في شدة، يجيك الإنسان في شدة، ويجيك الإنسان في شدة، ويجيك الإنسان في ضيق، ويجيك الإنسان في عسر، فتيسر عليه ذلك العسر، فتفك ذلك الضيق الذي يعيشه، وتحل تلك الكربة التي يعيشها. فهذا من أجل الأعمال التي تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، ويحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: تكشف عنه كربة. قال: تكشف عنه كربة، أي تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. تقضي عنه دينا، عنده دين ومش قادر يسلك هذا الدين، فتقضي عنه ذلك الدين. فهذا من أجل الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو
فتطعمه أو تعطيه مما يأكل أو يشرب فتطرد عنه ذلك الجوع بأقل الأعمال، مش بالضرورة أن يكون شيء كبيرا. فيمكن لذلك مما حفظناه من أجدادنا بكري وش يديروا، كانوا من حين لآخر واحد يخرج يطيب كسرة ويكسرها ويخرجها برا، يا والمعروف يجي الناس قاعد تاكل وتاكل بما يعرف، خاصة في القرى والمدن الصغيرة، فالناس كل يجي في الطريق يأكل كأنها صدقة، يريدون أن يخرج صدقة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا عائشة إذا طبخت مرقة فأكثري من مائها وأطعمي منها جيرانها. كثري المرقة، كثري منها الماء وأطعمي منها جيرانك، فإن ذلك من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لذلك بالمعنى هذا الحديث النبوي أو بالجملة عفوا، هذا الحديث النبوي الشريف يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإنسان المسلم نافعا في مجتمعه، يكون نافع للمجتمع، ما تكونش فقط عندك أنانية، عايش غير روحك، عندك دراهم تصرفهم على روحك، عندك حوايج تدير على روحك، لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى خص الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحوايج دي كان خاصة بهم يؤثرون بها الآخر، يروح يعطيها الآخر وهي خاصة له، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، كما قال الله تبارك وتعالى. لذلك هذا من أجل الأعمال. ونحن الآن على مقربة من شهر رمضان نحتاج إلى إدخال هذا السرور، ونحن على مقربة من شهر رمضان نحتاج إلى أن نكثر من هذه الأعمال التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، إنه غفور رحيم. آمين، والحمد لله رب العالمين. هناك مريضة تطلب منا الدعاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها وأن يشافي جميع مرضى المسلمين.